السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض أكلة سهلة وسريعة مش هتاخد 10 دقايق على النار. طبعا كلنا بنموت في الأكلات السريعة اللي مش بتحتاج وقت ولا مواعين كتير، وكله في طاسة واحدة وبس. تنفع فطار أو غدا أو عشاء، بس أنا بالنسبة لي اعتبرتها وجبة غدا. ممكن نعمل جنبها رز أو مكرونة أو عيش، أي حاجة مش هتقول لأ. والأهم من ده كله إن طعمها ولا يا ولا، وبتكفي تقريبا 5 أفراد. يلا بينا نبدأ، بس الأول لو أول مرة تشوفوني أنا إيمي الشاهي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه هسلق بيض باي كميه تحبوها. انا سلقت 5 بيضات، 4 كبار واحده صغيره، يعني اي كميه انتوا تحبوها. وبعدين قشرتهم وهقطعهم بالنص كده بالطول، وهخليهم على جنب يبقوا جاهزين. وبعدين هجيب فلفل الوان او فلفل اخضر وبس اللي موجود عندكم. الاحمر ده بقاله فتره عندي يا عيني، فقلت استخدمه بدل ما هو منبوذ كده في التلاجة ودبلان. هقطعه مكعبات صغيره وبرده هركنهم على جنب. وبعدين هحط في طاسه سخنه هرشه من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه، وهسيب السمنه كده تدوب. وبعدين هحط عليها فصين من الثوم المفرومين، وهشوحهم لغايه لما لونهم يبقى ذهبي فاتح كده من غير ما يتحرقوا علشان ما يمرروش. وبعدين هجيب 200 جرام من اللحمه. اللي عندي دي تقريبا كان 200 جرام او اقل، مش فاكره بالظبط، بس حتى لو 100 جرام هتبقى برضه عجب. مش مهم الكميه، اي كميه حتى لو بسيطه قوي هتبقى برضه طعمها حلو قوي. هقلبها كده لغايه لما لونها يتغير وتستوي. وبعد كده هحط عليها الفلفل. وبعد كده بظبط بقى الملح بتاعها. حطيت تقريبا نص معلقه صغيره من الملح وفلفل اسود وبابريكا، ومعلقه كبيره مليانه من صلصه الطماطم. لو مفيش صلصه مفيش مشكله، ممكن نستبدلها بطماطم مبشوره، بس نسيبها تتسبك شويه مع اللحمه. بعد كده بلم اللحمه كده على بعضها شويه، اعملها كده زي الدايره، وبرص عليها البيض اللي انا قطعته. دلوقتي بقى هحضر صوص خطير هيتحط عليها. هجيب طبق وهحط فيه كوبايه من اللبن الحليب. ممكن تحطوا نص لبن ونص ميه، بس الافضل لو حطيتوا اللبن كله. وبعدين احط عليهم بيضه، النهارده اليوم العالمي للبيض. وبعدين هحط عليهم معلقتين كبار من الدقيق ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وبقلب كل ده مع بعضه. وبعدين بحطهم على اللحمه بالبيض، وبعدين احط عليهم معلقتين 3 كده من الجبنه الموتزاريلا. وبعد كده بغطيها وبسيبها على نار هاديه جدا جدا لغايه لما الصوص يمسك كده في اللحمه ويستوي، وكمان تكون الجبنه ساحت. ودلوقتي بقى في الاخر خلاص بعد ما استوت برش رشه من البابريكا وبقدونس مجفف. دي بقى تتاكل من الطاسه كده على طول، مش محتاجين ان احنا نحطها في طبق ونكون مواعين. ودي احلى حاجه في الوصفات السريعه، مطه الجبنه كده طعمها ولا يا ولا. جربوها وقولوا رايكم فيها ايه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو حبيتوه. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.